السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير مركز الليمون، يجي الذوق تاعو هايل. تقدري تشربيه انت والعائله تاعك كشربات، تضيفي له غير الماء ولا تضيفيه كمركز الفاكهه اللي تبغوها ولا يبغوها افراد العائله تاعكم، كيما لافخاز ولا البنان ولا التفاح. يجي ثاني عصير روعه بالفاكهه. المهم هذا المركز تقدري تستعمليه كيما تبغي بطريقه سهلة. مكونات ثانيك ما كاش مكونات بزاف، كاين القارص ونستعملو السكر. هذا مكان. بالنسبة للكمية تاع القارص، هنا عندي 3 كيلو، 3 كيلو تاع قارص. كي حسبتهم بالحبة بالنسبة لي ما عندهاش الميزان، جاوني هكذاك 30 حبة، والحجم تاع الحبة متوسط كما راكم تشوفوا. راني نعصر في العصير ودوك نوري لكم الكميه والطريقه. احكمت هذاك القارص اللي قلت لكم 3 كيلو. كي حسبت بالحبه جاني 30 حبه، حجم متوسط. غسلته مليح ونشفته، من بعد رابيه في لاغاب هذيك اللي سنانها شويه رقاق، ماشي هذوك الرقاق كامل تخرج كيما لا بيغي، اللي فوقها بشويه، وماشي الكبيره كامل، يعني المتوسطه. ارحيهم كامل بهذه الطريقه في لاغاب. تحصلي على هذا لوزاز تاع 3 كيلو، وانتيا الكميه اللي تكون عندك ديريها. من بعد عصري كامل هذوك الحبات تاع القارص، يعني خرجي كامل الماء تاعها. بعد ما كملت هذوك الحبات تاع القارص اللي هما 3 كيلو، تقدري تستعملي حتى كيلو. في هادو 3 كيلو درت 7 مدي، شوفي ديري من 700 غرام حتى 800 غرام تاع سكر، يعني 700 ولا 800، الذوق دائما يرجع ليك. انا درت 700 غرام وخلطي مليح. هنا الغيسيبيون يسمى فاضلي، دوك نبدلو في غيسيبيون شويه كبير عليه، وبداي تخلطي. خلي هذوك المكونات كامل تاع العصير ولوزاس والسكر يتخلطوا بيان. كيما تقدري حتى تدخلي يدك، ديريه في باسينه تكون كبيره ولا غيسيبيون كبير، دخلي حتى يدك وهكذا عبزي مليح باش هذوك المكونات كامل يتجانسوا مع بعضهم البعض. دوك انا نبدلو في غيسيبيون واحد اخر وخليه يريح ليله كامله في الفريجيدار بهذه الطريقه. دوك راني نهبط كامل في السكر اللي بقالي. كي يريح ليله كامله في الفريجيدار، تجبديه غدوه من ذاك. شوفي اللي تبغي تصفيه، اللهم بارك، تصفيه كيما ثانيك تقدري ديريه في لي غوبلي، يعني بلا ما تصفيه. انا هذه الطريقه درتو في لي غوبلي بلا ما نصفيه، وكي نجبد بالغوبلي ونديرو في الماء نصفيه هذاك لوزاس اللي فيه. وصدقوني هذاك لوزاس كل ما قعدت في هذاك المركز يزيد يطلق البنة تاعو اكثر، يعني هذاك المركز يجي روعه. ديجا اني مسياتو. بعدها درتهم في لي غوبلي ودرتهم في الكونجيلاتور. هنا كان عندي نهار ملي درتهم في الكونجيلاتور يسمى راهم حاكمين رواحهم. كما قلت لك تجبدي بالغوبلي وديري الطريقه اللي تعجبك كشربت ولا بالفاكهه. نتمنى تجربوا والسلام عليكم.